السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيكم في الغدا بتاع النهارده؟ جميل وخفيف، والحاجات دي كانت متفرزة معايا في الفريزر ما خدتش فيها وقت. عملنا النهارده محشي، عملنا بطايه، عملنا حبة لسان عصفور كده على السريع وحاجات خفيفة. يلا نبدأ بسم الله ونشوف الحاجات دي اتعملت ازاي ونبدأ الفيديو من أوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده هنعمل معانا غدا جميل كده. معايا بطاية صغيرة، معايا محشي كرنب كنت سلقاه ومقطعاه في الورق اهو، في الطبق اهو مطلع كده طبق اعمله. معايا كده بطايه، معايا التسبيكه بتاعت المحشي كمان جاهزه خالص في الفريزر اهي، يا دوبك بس احطها بس تغلي على البوتاجاز. معايا الخضار غسلها مقطعاه زي الفل اهو. معايا بطايه هحشيها عباره عن رز وعن بصل ماشي وملح وفلفل وسمنه. هدعك كله على وحش البطايه ونرجع نكمل مع بعض في الفيديو. بصوا حبايب قلبي، بعد ما حشيتها كده زي الفل معايا اهو كده، بعد كده اقفلها معاكم اهو. انا حاطه طبعا كده الإدام بتاعها الشوربه كده. طبعا انتوا عارفين طبعا الإدام بقى ما فيهوش اي فكره خالص نهائي، عباره عن ميه وبصلايه ومكعب والبهارات بتاعه الشوربه العاديه اللي احنا بنحطها كلنا. دي اكله النهارده كلها جاهزه وكلها كانت متفرزه في الفريزر، ودي كانت اخر تفريزات. ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو جديد قريب معاكم ان شاء الله بتفريزات الكرنب والتسبيكه بتاعه المحشي عشان يبقى كله جاهز مع بعضيه. يلا تعالوا نحط كده في الشوربه كده ونشوف ايه الموجود معانا على البوتاجاز. الرحمن الرحيم. بصوا حبايب قلبي، الشوربه كده غليت خالص اهو، بغطي عليها اهو كده زي الفل. معايا التسبيكه خلصت خالص اهو، لان هي اصلا متسبكه اصلا وجاهزه كمان. يا دوبك هغسل بس الرز وهغسل الخضار وهقلب كله على بعضيه وهقعد احشي. ده كان ايه فيديو النهارده كده، هو اصلا بسيط لان كل حاجه جاهزه. وان شاء الله هعمل تفريزات جديده معاكم بامر الله، وهنزل لكم برضه التفريزات كلها عشان كل حاجه تبقى جاهزه، عشان احنا في شتاء والجو ساقع مش لازم نقف في المطبخ كتير قوي ونسقع نفسنا، يبقى كل حاجه موجوده عندنا. بصوا حبايب قلبي، بعد التسبيكه كده ما خلصت يبقى زي العسل معاكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز انا هسلقه اهو، هنزل بالرز كده. نشوف هاخد الخضار بتاعي، كل حاجه جاهزه وعلى السريع كده عشان ما ياخدش وقت معانا. وحاطه له الملح بتاعه والحاجه كلها جاهزه. فيديو كده على السريع كده، هقلب الكلام ده كله ونقعد نحشي مع بعض. بصوا حبايب قلبي، انا كده بعد ما قلبت الخلطه بتاعتي كلها بقت عامله شكلها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله ما بارك. كده معايا الكرنب كله متقطع مفرزاه كده زي الفل. بصوا كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ورقه صغيره خالص مش بحط كده كتير عشان ميبقاش الصباع تخين قوي. وبلمه كده اهو بالمنظر ده كده، وبحشي كده واحد تاني اهو معاكم. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. صلوا على النبي كده يا جماعه اذكروا الله. العرايس اللي لسه داخله على دنيا جديده ولسه ما فيش في المطبخ، ما تستعجليش وانت بتعملي الاكل، تعملي اكل بالراحه. ممكن افرش طبق كده اهو واحط حبه الرز ماشي، وابدا الف كده اهو بالراحه خالص اهو معايا. بصوا حبايب قلبي اهو زي الفل اهو. واحد تاني للعرايس الجديده اهو ما شاء الله. بصوا حبه رز صغيرين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا الف كده اهو. بصوا جميل ازاي كده. انا هحشي الحله كده واوريكم منظر النهائي. دول قرنين فلفل كده حطهم على وش الحله معايا بيخلي ريحه المحشي حلوه. هحشي الحله دي وهوريكم ان شاء الله منظر الشكل الاخير. بصوا حبايب قلبي، بعد ما عملت بقى حله المحشي اهي وحطيت عليها كام قرن فلفل كده، وادي البطايه استوت معايا زي الفل. بص انا عامله لها خلطه بقى عباره عن طماطم وزيت وملح وفلفل، وادينها كلها كده واحطها في الفرن. بسم الله ما شاء الله كده. صلوا على النبي كده يا جماعه واذكروا الله. بس كده بسم الله ما شاء الله. الاكل ما خدش مني حاجه عشان كان كل حاجه جاهزه وكان كل حاجه متفرزه. تعالوا معايا بقى كده على البوتاجاز بقى، هدخل دي الفرن واحط الشوربه بتاعت المحشي. هاتي بصوا حبايب قلبي، انا هحط حبه ملح كده مش كتير ماشي. دي الشوربه بتاعت البطايه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده، حاجه جميله وريحتها تحفه. انا مش هسقي الكرنب قوي عشان طبعا كان متخزن في الفريزر، والتلج الورق ايه ما بقاش مهري قوي معايا.
فانا ايه مش هسقيه كله، انا هسقيه بس ايه يعني مش هبين الشوربه منه كده، عشان بس ما يبقاش ايه يعني معجن. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شكله عامل ازاي. بصوا يا حبايب قلبي الشوربه بس عامله ازاي، مش كتير او مش مغرقه. نعرف بقى كده. ايه رايكم يا حبايب قلبي في الاكل ده؟ بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، عملنا لسان عصفور، ودي البطيه كده ما طلعت من الفرن. بصوا شكلها بسم الله ما شاء الله عامل ازاي متحمر. بصوا المحشي في الفريزر يا جماعه، بصوا ما شاء الله مش معجن ولا حاجه، جميل تحفه. كان معايا حبه رز باين حطيتهم في كام قرن فلفل كده، وده كان غدانا النهارده. يا رب يكون، يا رب يعجبكم، وانتظروني فيديوهات جديده من مطبخ ام محمد. سلام.